مانشستر سيتي يضرب أوراوا بثلاثية ويتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية، وبذلك يلتقي الأهلي وأوراوا الياباني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية من أجل المنافسة على الميدالية البرونزية. ستقام مباراة الأهلي ضد أوراوا الياباني يوم الجمعة المقبل الموافق 22 ديسمبر الجاري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية، ومن المقرر انطلاق المباراة في تمام 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة على استاد الأمير عبد الله الفيصل الرياضي في مواجهة نارية من أجل حصد برونزية المونديال. تلقى محمد الشناوي عرضا بقيمة 5 ملايين دولار في الميركاتو الشتوي المقبل للرحيل عن النادي الأهلي، ورفض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي العرض المقدم لشراء الحارس الدولي محمد الشناوي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وتسعى أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين للتعاقد مع محمد الشناوي في يناير المقبل، حيث تضمن العرض حصول اللاعب على راتب بقيمة 3 ملايين دولار. نجح برونو سافيو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوليفار الحالي والأهلي السابق في تحقيق لقب كوبا تيجو رفقة فريقه في بوليفيا، واستطاع برونو سافيو أن يتوج مع فريقه بوليفار بلقب كوبا تيجو على مستوى قارة أمريكا الجنوبية بعد أن حقق الفوز أمام نظيره هورها ويلسترمان بثلاثية مقابل هدف بمجموع اللقاءين صباح اليوم الثلاثاء. دخل نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بقوة من أجل التعاقد مع مروان حمدي خلال الفترة المقبلة، حيث أنها حصلت على موافقة اللاعب بشكل رسمي، ويتبقى فقط حسم الاتفاق مع إدارة المصري البورسعيدي في الوقت الحالي من أجل انضمام حمدي إلى صفوف القلعة البيضاء. واشترط مسؤول نادي المصري البورسعيدي الحصول على مبلغ 30 مليون جنيه من أجل الموافقة على بيع اللاعب، إلا أن إدارة الأبيض رفضت ذلك. كشفت تقارير صحفية سعودية في الساعات الماضية عن اعتزام نادي الشباب السعودي إبرام صفقة قوية من خلال التوقيع مع أحمد السيد زيزو نجم نادي الزمالك في الشتاء المقبل. وبحسب ما ذكرته صحيفة الشرق بلومبيرج السعودية، فإن الشباب أصبح مستعدا لدفع مبلغ قيمته 8 ملايين دولار للتوقيع مع أحمد السيد زيزو. وشدد الموقع على أن الشباب السعودي لديه رغبة كبيرة في التعاقد مع زيزو في الميركاتو الشتوي المقبل لتدعيم صفوفه في الموسم الحالي. حقق نادي مازيمبي الفوز على منافسه نواذبه بهدف دون رد في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. أكرم فريق سيمبا التنزاني ضيافة نظيره الوداد البيضاوي المغربي في إطار منافسات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، وحقق سيمبا التنزاني الفوز على الوداد المغربي بهدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دور أبطال إفريقيا. حقيقة غياب كهربا عن الأهلي في مباراة البرونزية بكأس العالم للأندية. وانتشرت أنباء حول حصول محمود كهربا على بطاقة صفراء خلال مشاركته في مباراة الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي. وبحسب الموقع الرسمي للفيفا، فإن محمود كهربا لم يحصل على بطاقة صفراء ثانية في مباراة فلومينينسي بعد البطاقة الأولى ضد الاتحاد السعودي. تصدر محمد صلاح مواقع التواصل خلال الساعات الماضية بعد ذهابه مع وفد من لاعبي ليفربول إلى مستشفى ألدرهاي للأطفال لتقديم الهدايا احتفالا بالكريسماس. آثار هذا الأمر غضب الجماهير العربية التي اعتبرت تصرف محمد صلاح يقلل من احترامه للضحايا في فلسطين في ظل الظروف التي تمر بها. قال أحد الجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس: محمد صلاح اليوم من داخل مستشفى للأطفال في إنجلترا مع بعض هدايا عيد الميلاد. يا وجع أطفال غزة الذين بلا بواكي ولا زيارات ولا ضحكات ولا هدايا ولا كلمة ولا دمعة ولا حرف. وقال آخر: من قال أن محمد صلاح فخر العرب؟ تخيل ابنتك مكة في خطر وقهر وظلم، هل ستسكت؟ بينما رأى البعض أنه عمل إنساني للنجم المصري ولا يتعارض مع دعمه للقضية الفلسطينية. محمد صلاح الإنسان اللي تبرع لغزه ودلوقتي بيعمل شيء إنساني لأطفال مرضى في المستشفيات. مصري محترم وصاحب مواقف محترمه، واختلف معه في حاجات ميمنعش، بس لازم نقول على الشيء الكويس إنه كويس.